هستكمل مع حضراتكم لقائي، وهو ان انا ابدا اعمل ملخص لليوم الثاني، واللي هو كان بعنوان اداره الفصل ودعم احتياجات الطلاب، وان انا اعرف احتياجات الطلاب وادعمها. طيب، ايه اهم المحاور اللي اتكلمنا عليها داخل خلال اليوم؟ اول محور او اول مفهوم، وده كان مفهوم جديد علينا او اول مره نسمع عنه، ثقافه الفصل. يعني ايه ثقافه؟ الثقافه هي مجموعه القيم والعادات والتقاليد واللي المفروض ان انا اغرسها داخل الطالب عشان تكون بيئة الصف بيئة داعمة لجميع الطلاب وجذابة، بحيث ان انا الطالب يبقى قاعد في مكان مرتاح، يكون فيه ما فيهوش ضوضاء، ما يكونش فيه شغب، ما يكونش فيه عدم راحة. فببدأ اغرس في الاطفال، وخاصة في المرحلة الابتدائية، قيم احترام الآخرين، قيم المشاركة، قيم التواصل، قيم التعلم اللي احنا قلناها في اليوم الأول، اللي هي المهارات الحياتية. لو أنا علمت الطفل مجموعة المهارات الحياتية دي، يبقى أنا بخليه عنده ثقافة التعامل داخل الفصل. وهنا بيجي دور المعلم، ازاي اعمل انا ثقافة داخل الفصل؟ ويا ترى الثقافة دي يا ترى هتكون ايجابية ولا سلبية؟ لا، اكيد هتبقى ثقافة ايجابية. طب ازاي المعلم يغرس الثقافة الايجابية داخل نفوس الطلاب بتوعه؟ من خلال مجموعة من الاستراتيجيات او خطة ان انا اغرس في نفوس الطلاب ثقافة التعامل معايا ومع الاخرين ومع مدير المدرسة ومع المشرفين. لان الثقافة واحدة، ان انا اعلمه يحترمني، يحترم المشرف، يحترم مدير المدرسة، يحترم زميله ويحترم خصوصياته، وامتى يتكلم معاه وامتى يبقى مشارك معاه ويشتغلوا معاه في جروبات عمل. فانا بعلم الطالب من خلال الثقافة الإيجابية ديت مجموعة من الاستراتيجيات، زي إيه؟ لعب الأدوار، التعلم التعاوني، أسلوب حل المشكلات، المشروعات، إن هو زي مثلا الكرسي الساخن. مجموعة استراتيجيات جميلة جدا. وطبعا أنا قلت الاستراتيجيات ديت بتختلف من مرحلة عمرية لمرحلة عمرية تانية. يعني الاستراتيجيات اللي استخدمها مع طفل الابتدائي غير اللي استخدمها مع المراهق في مرحلة الإعدادي، او مع الشاب اللي بيبقى او الصبي او الفتاة اللي بتبقى في مرحلة الثانوي. بعد ما بقى اطبق الاستراتيجيات ديت، ببدأ اقيم الاستراتيجيات. طب بقيمها ازاي؟ بقيمها زي ما قلت قبل كده، باني انا اشوف ايه شغل الاطفال او شغل الطلاب، وابدأ اعمل لها عملية تقييم لمشروعاتهم، لاداءاتهم، للمهارات اللي هم بدأوا يعملوا يستفادوا بيها او يكتسبوها. يبقى في ثقافة الفصل لما تكون إيجابية ديت بتخلي بيئة التعلم بيئة جيدة جذابة ممتعة للطلاب. بعد ما ناقشنا موضوع ثقافة الفصل وإنها لازم تكون ثقافة إيجابية وهحط خطة ليها، هبدأ أتكلم عن خصائص المرحلة العمرية. عندي طبعا من ساعة الطفل ما بيتولد بيمر بمرحلة طفولة مبكرة، في مرحلة وسطى وفي مرحلة متأخرة. المرحلة اللي هي الوسطى ديت بتبقى من سن 6 ل 12 سنة، اللي هي سن دخول المدرسة، اللي الطفل بيدخل من 6 سنين لغاية 12 سنة، اللي هي بيبقى تقريبا دخل المرحلة الإعدادية. هي دي مرحلة غرس القيم، غرس المبادئ، إكساب طفل المهارات، عشان بيبقى زي ما بيقولوا كده التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. وزي ما الام والاب ليهم دور في البيت، بيعلموه ياكل يشرب يهتم بنظافته الشخصيه، المعلم له دور يعلمه ازاي يتكلم، ازاي يحترم الاخرين، ازاي يتعامل مع مدرسينه، ازاي يشتغل في ورش عمل، ازاي يشتغل جوه مجموعه، ازاي مره يبقى هو القائد ومره يبقى هو الميقاتي ومره يبقى هو العارض. اعلمه ثقافه ان هو يشتغل داخل مجموعات عمل، ان هو يكون باحث على الانترنت ويعمل لي مشاريع، ان هو ما يعتمدش على مجرد ان هو يقرا من الكتاب وبس، ويحصل على المعلومه من مصادر اخرى، سواء كانت المصادر ديت مكتبه، انترنت، وهكذا. فالمرحله العمريه اللي هي الطفوله المتوسطه دي مرحله خطيره، وهي اهم مراحل التعليم والتعلم. وعشان كده بدات الوزاره تهتم جدا بمناهج المرحله الابتدائيه
وبدأ يحصل فيها تغيير، وبدأ يدربوا المعلمين على المناهج الجديدة، ويبدأوا يدوهم حوافز علشان خاطر يبدأوا يجودوا في العملية التعليمية داخل الفصول، وفعلا يكسبوا الطفل مجموعة من المهارات. طيب الطفل ده ليه خصائص معينة؟ لازم المعلم المرحلة الابتدائية يبقى عارف ايه هي خصائص الطفل دي. طب ايه هي خصائص الطفل؟ بعد ما كان داخل البيت بيبدأ ينمو جسمانيا وحركيا وإدراكيا وعاطفيا. جسمانيا بيبدأ يطول ويبدأ يكبر وجسمه يتغير وحركته تزيد، ويبدأ يروح المدرسة يتنطط ويلعب وعايز يشترك في أنشطة ثقافية وأنشطة رياضية. جسمه كله بيبقى عايز يتحرك، محبش يقعد. وبالتالي المعلم لازم يبقى عنده ثقافة فهم الأطفال أو فهم المرحلة دي، إزاي أتعامل وأعرف هل الطفل ده أبقى عارف يعني إيه ذكاءات متعددة. في طفل حركي، في طفل رياضي، في طفل موسيقي، في طفل بيحب اللغة والشعر والأدب، وأبدأ أوجهه وفقا لملكاته وذكاءاته. ده دور المعلم في المرحلة الابتدائي، إن أنا التوجيه. لا برضو في الجزء الإدراكي بيبدأ ينمو عقله، يبدأ يبقى عنده قدرة على الحفظ والاسترجاع ويدخل في امتحانات. بيبدأ أكثر اجتماعيا مع الأطفال، ممكن يطلع رحلات مع المدرسين مع الطلبة. بيبقى عنده قدرة على معرفة عواطف الآخرين من مجرد البصة، من مجرد النظرة. بيقدر يعرف هل ده بيحبه هل ده بيكرهه. بيقدر يشتغل أو يبدأ لو في أي ضغوط يحس بيها ويقدر يتحملها. فالطفل في المرحلة دي بيبقى عايز اهتمام جامد، سواء في البيت أو في المعلم في المدرسة، لأن هما الاتنين متكاملين. لأن بعد ما كانت الأم والأب بس هما اللي بيعلموا، بدأ المدرس هو اللي بيعلم، هو اللي بيثقل، وهو اللي بينميهم مهاريا وعلميا واجتماعيا. بعد كده اتكلمنا عن أهم الخطط اللي ممكن يستخدمها المعلم عشان خاطر ينمي النواحي العلمية والوجدانية والاجتماعية عند المعلم عند الطالب. بكده أكون لخصت لحضراتكم اليوم الأول واليوم الثاني، وشكرا أسفة على الإطالة، وبشكر مرة تانية القائمين على المشروع، وبشكر السادة المدربين الدكتورة لبلبة والدكتورة هالة، وبشكر جميع الحضور وجميع الزملاء. وفعلا انتم مجموعة مميزة، وان شاء الله نرجع محافظاتنا ونطبق كل اللي خدناه ونفيد مجتمعنا وبلدنا. وشكرا لحضراتكم، كنت معاكم الدكتورة أماني فاروق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.